أهلا وسهلا بكم ببرنامج يا الناس من الخضراء. حلقة اليوم مختلفة عن باقي الحلقات من أمام وزارة الخارجية. سواق بالوزارة استغنوا عنهم بدون سابق انذار بسبب سياراتهم أو استبدالها بسيارات حديثة بعد خدمة دامت أكثر من 16 سنة. تعالوا خلينا نشوف شنو رأيهم بهذا الموضوع. ابني من 2006، أنا من 2007. اثنين صار لكم هنا؟ صار لنا من 2006 و2007. يعني عمر هسه المفروض مو تقاعد. أنا صار لي 17 سنة، أبو ابني صار له 18 سنة. يعني هذه المجازات مالتهم هيجي، واحنا بوقت الشدة احنا وقفنا وياهم نجيب موظفين ونودي موظفين. يعني من كانت الطائفية ومن كانت شو اسمه، وهسه وبنص الخوفة. والله وكيلك كم مرة تعرضنا إذا القتل وقلنا لهم هاي طلاب، هذول كلية، هذول كذا زين. وهسه هذا مجازاته هيجي واحنا اصحاب عوائل. يعني انا عندي سياره، انا موديل 14، ابني 14، انا موديل 9. يعني شنو سيارات نظيفه نظيفه، ما نشتغل بالشارع اصلا، والله ما نشتغل بالشارع، بس على الموظفين. وكلهن سيارات مضبوطه وتبريد. يعني هاي الستارك اكو احسن منها بالتبريد. والنيسان والهايسه وغيرها. يعني مثل ما نقول سيارات معروفه حتى بالداخل ما يشتغلن، لو خارجي لو للوزارات. بالضبط. يعني وهسه احنا يعني قلنا المقاول ما يخالف، نداوم تعال هم نزلنا راتب، هم نزلوا راتب مالتنا من 200 الى 150. زين انت يقول حب بدي سيارتك، انا ليش بدي سيارتي؟ ما يرد لي دفتر ونص، يلا بدي سيارتي. زين انا الشهريه يردون من عندي مثلا اخذ بالقسط، يحمل من عندي 5 اوراق. 5 اوراق انا انطيها، هو راتبي 600 او 650، وانا شاكل شاشرب. زين ستة شو تلحق على العائله، لو تلحق على اقساط للسجن يعني والسياره، لو على اليمن كل شيء ما استفاد. يعني ما اريد لقمه اكل. زين شو تحب توصل مناشده عمو؟ والله انا يلغوا هذا القرار ويرجعوا لنا على حب الله يعني شنو يرجعوا لنا على الوزاره. لا مقاول ولا هاي، شلون كنا نشتغل. يعني هاي 17 سنه صار بدون مقاول وبدون شو اسمه، بس اجى فر الدنيا كلها. اي يعني هذا اجانا سوينا قانون انه الا مقاول. يعني عاد وين كنتوا نايمين؟ صار 17 سنه بدون مقاول، احنا ويا الوزاره ماشي على حب الله، وما عندنا اي مشاكل ماكو. خاف واحد يقول لك هذا قانون وما اعرف شو. احنا مستعدين ننزل كل واحد 50 او 100 الف جول ال 50 مليون. مو يقولون جول 50 مليون لازم فوق ال 50 مليون مقاول، وجول 50 مليون الا مقاول. احنا مستعدين كل واحد ننزل من رواتبنا 50 الف ما يخالف، بس مو 200 الف، ننزل 50 الف، واذا اضطر لهاي 75 الف او 100. خلينا ينزل 100 من الراتب عاد مو اشكال، ما عندنا اشكال احنا، بس مو 200 الف ينزل من عندنا. زين الموظفين هم قابلين بسياراتنا، قابلين بها انه نظيفات وما نشتغل بس على دقيقه. الموظفين قابلين بالسيارات، ما عندهم اي اعتراض على الموظف. ما عندهم اعتراض ومسويهم وكل انت وبالباب للباب نجيبهم. الله وكيلك، واحنا صاحب عوائل يعني ما يصير هيك. والله جينا هسه المقاول وين كان 17 سنه، وين كان يعني مو فرق هواي، وكل اصحاب عوائل واللي عنده ايجار ومولد وكله. يعني كم طفل عندك؟ الله انا عندي 4 عندي. زين ستة من طلعت منها او راح يطلعوك منها، وين راح تطي وجهك؟ وين راح تروح؟ والله ما هلا بس بالشارع، على الله بس الرزق. هي رزق على الله، وش نسوي العاد؟ مجبورين عاد يطلعونا، ما عندنا لا حول ولا قوه الا بس الله. الله يسلمك، رحم الله والديك. الموضوع اللي صار شنو هو؟ قدموا 13 مقاول على هاي المقاوله مالت السواق. هذا المقاول اللي يجي جديد قدم اقل مناقصه حتى يحصل على المناقصه. من قدم اقل مناقصه انطوه اياه اليه، اذا يعطينا نفس الرواتب اللي كانت تعطينا اياها الوزاره ما تصرف له. فش اعتمد هو؟ اعتمد يقص من كل سياره 200 الف حتى يحصل مالاته يحطن بجيبه. واحنا الناشد وزير الخارجيه، احنا 65 سياره هنا و65 عائله. هاي اللي عنده اطفال واللي عنده 65 عائله، وكل عائله بها 7 8 نفرات، وكلها عندها اثنين ادير لهم دم. زين والله ادير لهم دم. واحد مسوي له تقرير، اي والله اطفال كل اسبوعين كل 3 اديرهم. فاناشد وزير الخارجيه ان يباوع على حالنا. كل احنا ناس فقراء، والله اعتمادي على الله وعلى السياره، وبجيبي بس 4000 دينار.
والله العظيم تريد هاي المحفظه اطلعها، والله ما عندي غيرها هلا 4000. الناشد وزير الخارجيه يشوف لنا صوره حل، يعني كلها سواق وعلى الله وعلى هالسياره. يعني 4000 شو اسوي؟ انا صاحب عائله عندي 4 اطفال، 2 ادير لهم دم، والله واحد كل اسبوعين ادير له بطل دم، زين منين اجيب؟ شو اسوي؟ يعني اناشد وزير الخارجيه على الله وعليه، هو ابو الفقير، وخليه يشوفنا. رحمه الوالده خليه يشوفنا، يباوع على حالنا، الموظفين كلهم يريدونه. ليش انت اجيت الموظفين نفسهم ليش ما اعترضوا على هذا القرار؟ ما اعترضوا قاعد يعترضون بعد ما يسمعهم، ما حد يسمعهم. ليش ما حد يسمعهم يعني؟ ما حد يسمعهم، هم الموظفين انتم هسه مرتاحين، والله كل واحد يروح للباب بيته. اليوم عفناهم الموظفين ما جبناهم زين على مود مالتنا الشهريه كانت 800 و750، هسه كل واحد 600. زين شو تكفي؟ يعني انا قاعد بلا جار، زين قاعد بلا جار، وهاي الازدحامات والله العظيم هاي جارك فات بال 400,000 350. هاي رزقي توجعني بس من الزحامات يما اوصل اللي جاي، والله العظيم استاذ. هسه انت منزلك هذا المبلغ وقاعد بيجار ووراك عائله، بنزين السياره يعني شي فوق شي زين اي والله العظيم على الله وعلى السياره ما عندي كل شيء، لا راتب ولا هاي، على الله وعلى الوزاره. والله احنا هنا نداوم عقود بوزاره الخارجيه، عندنا سيارات ننقل الموظفين. فأنا صار لي تقريبا فوق ال 15 سنه انا بالوزاره الخارجيه، وهسه اجى طه المقاول، وهذا المقاول اول ما اجى قصنا كل واحد 200,000 دينار، هاي اول بدايه المقاول. والثاني احنا سياراتنا انا موديل 2010 نيسان 2010، بوقتها انا جبتها بال 2010 سياره جديده، هم بدلناها وتداينا ومنا دبرناها وجبناها. وهسه تعرف الظروف هسه ما تسمح واحد يبدل سيارته، يعني اقل شيء يعني راد اقل شيء دفتر و30 ورقه اني يلا اقدر ابدل السياره مالتي. زين اني هذا منين اجيب له هذا المبلغ؟ وهذه الظروف هسه اللي تشوفها، الدولار صاعد والظروف هسه والشارع ما يسمح انه من اخلص الخط مالتي اروح اشتغل، الشارع ما بيه شغل. وهاي هاي الظروف احنا بالعراق 200,000 مال ايش اللي قصوهم؟ هاي ال 200,000 هو المقاول اخذها مقاوله، كانت احنا كنا ناخذ 52 مليون الفلوس مالتنا 64 سياره. من اجى المقاول مناقصه، هي صارت المناقصه هو نقص صارت 48 مليون، 48 مليون يقول لك انا ما اقدر يعني على هذا المبلغ بالشهر اسمه المياطي، فالمن صارت علينا على الفقير. يعني قص بس من عندكم، يعني قص من عندنا احنا الفقراء. زين احنا هاي عيشتنا عليه، انا بالنسبه لي بس هي هاي السياره عيشتي، ايجار، مولده، مصرف، يعني منين اجيب؟ هي بس هاي عيشتي انا. حاولتوا تسحبون قروض يعني من داخل الوزاره حتى تشترون سياراتكم وتبقون بوظائفكم؟ ماكو هيك قانون انه ناخذ قروض، وهاي ما عندنا، ماكو هيك قانون، ماكو هيك قانون حتى من غير مقال، مو الا بالوزاره. مين ناخذ قروض يعني؟ مهله 6 اشهر ما عطوا للسواق على مود يجددون سياراتهم. مهله 6 اشهر حتى السائقين مثل ما يقول مو راسا ابدلها، منين اجيب؟ عاد هي المهله اللي اعطاك اياها ايش قد اذا هو انت المفروض تقول 6؟ ماكو، شيلوا اليوم، شيلوا ماكو راسا؟ نعم. جينا ناخذ شنو السبب؟ جينا جايبين سيارات ببكانه، قالوا طلعوا مالكم كل خطوطين هنا. لان السيارات موديلهن قديم. سياره تبريد، سياره جازه، دوشه، كلها كامله. جيت وقفت هنا اخذ موظفين، قالوا اطلع ما عندك موظفين هنا، يعني بسرعه ماكو كل بلا. هذا مصدر رزقكم، يعني عيشه عوائل كامله عليه. عوائل كامله، عندنا مرضى وايجار وسحب كلها علينا. شو نسوي؟ والمرور يركض ورانا والهيئه تركض ورانا، وعيشتنا على هالراتب وهم ينقطعون من اليمنا. شنو سياراتكم؟ صالونات لو كيات؟ لا كيات مال عبريه، هاي سات، هاي ذني سياراتنا الواقفات كلها موديل 15 و14، وسيارات درجه اولى نظيفه ويابانيه وتبريد وكامله. زين قصوا كل واحد من عنده 200,000 دينار، واحنا صار لنا كل واحد هنا 12 سنه و14 سنه، وهاي كلها اصحاب عوائل. زين هسه احنا خابرنا ابو القانونيه، يعني مو خابرنا، وصل لنا فد خبر انه يقول احنا ماكو هيك قانون خالين 2010 2016 وفوق. هاي من المقاول. كيف المقاول؟ يعني المقاول رحمه الله لك، المقاول يعني شنو يجي علينا؟ خلي يشوفوا لنا حل وزاره الخارجيه، خلي يشوف. صار لي 15 سنه
حكينا هسه حكينا وما حد يسمع صوتنا، حكينا هسه خلي يسوون لنا حل. انا عيشتي على بس على هاي 15 سنه المفروض يطلعوني تقاعد. انا هسه انا من 2009 انا هنا ما يصير، الله ما يقبله، والله العظيم حرام عليهم. وان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل على المقاول هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ساقط على ارزاقنا. يعني واحد صار له زين، انا عندي ستار اكسر مالت 2010 حديث، هم سعره ب 140. زين تعال اقل شيء تاخذ لك 22 20 تسمي لازم فوق الشده. بال 30000 28000 اكثر احمد الله وعديك. زين انا هسه لاقي تعال تكمل شده ونص مين، انا قاعد ايجار 4 جاهل عندي. كمل شده خبر راح اشتغل غير شغله. احمد الله وعدك افتح لي شيء، افتح لي مصلحه احسن لها السياقه والمرور يركض وراك، ابو الهيئه ابو كلها تركض وراك. من نرد من نعرف نرد فلان ما نعرف استاذ يعني كلها على الفقر، كلها تركض ورا السائق. اخر شيء جابوا لنا هاي مال المقاول. يشفي عم يجيب عنده كم واحد سياره يجيب من عنده وقص كل واحد 200، عمي قص 25 50 هم حرام. زين واحنا ندفع ضريبه سنويا للدوله. سياراتنا باص ندفع ضريبه وندفع هيئه وبحث كل شهر بدنا ندفع للدوله وضريبه للوزاره بدنا ندفع 33,000. تدفعون ذني كلهن المبالغ ذني ايش قد راتبن حتى تدفعون ذني؟ هو احنا كنا كان راتبنا 800,000 دينار ودا ندفع هذني من عندهن، وهسه قص من عندنا 200 فوق ذني يعني 200,000 دينار قص. بعد هاي شو تسوي؟ تسوي بال 550 550 تعجبك؟ والله العظيم كل هاي يعني شنو مثلا مان عليك مثلا اي وانا قازي يعجبك ما يعجبك اطلع برا. والقران قازي هذا كلامه بالوجه والشهود هذا ابو الحرس ابو الوزاره هو شاهد على هذا الكلام. يعجبك ما يعجبك اطلع برا اجيب غيرك. الحياه ما توقف على 65. انا صار لي سنين هنا تجيب غير عليها. الحياه ما توقف على 65 خط. هذا الدليل جاب غيرنا. هسه انا اناشد الحكومه واناشد حتى محمد الشياع السوداني، يا اخي انتم تزيدون البطاله ليش هسه؟ هي هسه البطاله هسه ما شاء الله مالي العراق كله، يعني تزيد هاي تدري كم عائله هسه؟ حوالي 40 عائله 40 بيهم المريض بيهم 40 نفر، كل نفر بكم عائله وياه زوجته واطفاله واحسب، يعني هاي هسه مو عدد اللي قاعد ويا اهله ووالدته ووالده واخوانه. يعني هاي هم يزيد البطاله على يا اساس على يا هسه احنا من نقعد منو يعطينا؟ احنا متعلمنا قلت لك انا من 2009 لحد الان انا تعلمت على الخط وما اشتغل لا منا ولا منا. تقعد لازم تطلع بالشارع وتتحمل مشاكل الشارع وهوسه الشارع. منو يعطينا؟ اريد اعرف منو يعطينا. خلي يسوون لنا حل، ماكو شيء. خلي يسوون لنا هذول هسه خلي يسوون لنا تقاعد. صار لي 15 سنه شنو تروح هيك ببلاش؟ يعني انا راح اقول لك شغله بالانفجارات وبالطائفيه انا ما عفتهم. انفجارات والله قدامي انا بشارع فلسطين كنت خطي شارع فلسطين اول بدايه فتت من هناك والله العظيم صار انفجار حتى السياره تهزت. يعني انا بالانفجار وما عفتهم وقلت انا وتظليت كانوا هم يتوسون بينا والله العظيم ابقى وش تريد نعطيك. يعني بوقت الشده احنا وياهم ووقت الرخاء يصيرون ضدنا. ليش هيك؟ زين هسه صار لكم سنين تشتغلون، سياراتكم مثلا نقول تكسرت طسات وبهوستها. رحم الله والديك. هسه بالاخير بدال ما يقول لكم تعالوا نبدل لكم اياهن، لا طلعوا خلينا نجيب غيرهم. ايه طلعوا يقول لك طلعوا احنا ما لنا شغله، احنا طلعوا روحوا دبروا نفسكم. شو تدبر نفس عمي على يا اساس هذا يضيع؟ مو الله فوقانا، ما حد يخاف من الله. والله حرام والله العظيم حرام. والله استاذ انا احب على مود هاي القانونيه يقولون احنا ما خالين فقره الموديل، هو من يم المقاول مخلي الفقره مالت الموديل. يقول هسه خابرني موظف من فوق الموديل يقول 16 انا يقول لي تشتغل ب 600 ل 25 انا سالته 16 قاعد يا مدير يريد الا 24 مثلا. كيف احنا جماعه كنا نريد يبطلنا نجيب سيارات غيرنا جماعه النفر يجيب جماعته مو جماعته. اي حبيبي لا موديل ولا هاي فراره من يمه تشتغل بهذا السعر تشتغل ما تشتغل بطل. يعني بالحالتين هو المستفاد يا تشتغل بسعر رخيص. احنا شو نريد حتى يطبقوا احنا كل افضال. زين هسه مثلا اخوي هنا عنده اطفال او هنا والله انا عندي 4. ها ايش قد عدد؟ 4 والله كلام الله طيب بالله الكريم ونطيهم مال المستنصحات كلهم نطيهم اياهم. واستاذ الموظفين على قلبنا خطيه، يعني الموظفين ما يقبلون قال سيارتك نظيفه ليش هيجي؟ والله العظيم يعني الموظفين ما قابلين. قال سيارتك حلوه وستارك تبريد ويعني نروح نجي على امان الله. ليش انت تلعب هيك لعبه تخلي بجيبك ملايين وتروح تعطيني الافضال وتتبطل لنا؟ هم حرام. قطع اعناق قطع الارزاق. قطع اعناق قطع الارزاق ابو سعد ما يصير. الناشد وزير الخارجيه استاذ فؤاد حسين الله يبارك فيه شوف لنا صفه بهاي الشغله.